السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. في واحدة من أكثر الليالي حساسية في المنطقة بالكامل كانت قاعدة جوية تابعة للكيان بتستعد لإطلاق مهمة بتوصف داخل غرف العمليات بأنها مهمة دقيقة وخاطفة. الهدف منها بسيط على الأوراق: اختراق الأجواء الإيرانية وتنفيذ استطلاع قتالي والعودة قبل ما حد حتى يلاحظ. السلاح المستخدم واحدة من أخطر الطائرات في العالم، وهي المقاتلة الشبحية F-35، الطيارة اللي بيقال عنها إنها تقدر تدخل عمق أي دولة بدون ما يتم رصدها من قبل الرادارات التقليدية. طيار المهمة كان ضابط في سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال، اسمه إيال بن دافيد. طيار متمرس قضى سنوات داخل قمرة قيادة الطيارات الحديثة، شارك في عمليات فوق غزة ومهام مختلفة في الشرق الأوسط، وكان مقتنع تماما أن الطيارة اللي بيقودها بتمنحه تفوق كامل في السماء. لكن اللي حصل في الليلة دي كان مختلف تماما ومفاجئ للجميع بما فيهم الطيار نفسه. اعترافات الطيار التابع لجيش الاحتلال نفسه وصف اللحظة دي بكلمات صادمة. قال: أنا على علم جيد أن كل اللي حصل لي كان بسبب هجماتي على القطاع المحتل. اللعنة دي مش هتتركني طوال حياتي. وبيكمل في الكلام: اسمي إيال بن دافيد، أنا طيار من سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال، وبقود طيارة F-35 من عدة سنوات. وبيقول إنه ما كانش يتخيل يوما إنه هيجلس في مكان زي ده ويتكلم بالطريقة دي عن اللي حصل في تلك الليلة. لو ما كانش عاش الأحداث بنفسه كان ممكن يفكر إن القصة كلها مجرد شائعة من شائعات الحروب، لكن الحقيقة إن ما حدث كان صادم حتى بالنسبة لنفسه. الطيار بيحكي وبيتكلم إن الليلة دي تلقى أمر الإقلاع زي أي مهمة عسكرية. ما كانتش دي أول مرة يطير فيها في مهمة حساسة. شارك في عدة عمليات خلال السنوات الماضية، بعضها فوق القطاع المحتل وبعضها في مناطق أخرى في الشرق الأوسط. التدريب اللي تلقاه كان دايما بيؤكد لي أن الطيارة F-35 بتمنحه التفوق الكبير في السماء. كانوا بيقولوا أنها طيارة شبحية من الجيل الخامس، صممت لتفادي الرادارات التقليدية، وأنها تستطيع الدخول إلى عمق أي دولة تقريبا من غير ما يلاحظها أي شخص. بيقول الطيار: كنت مصدق الكلام ده، بل كان بيشعر بثقة كبيرة كل ما جلس داخل قمرة قيادة الطائرة F-35، وكان بيظن أن الحرس الثوري الإيراني ضعيف جدا وأنه ما عندهوش أي سلاح يقدر يسقط ال F-35. اللحظة اللي انقلبت فيها المعادلة 180 درجة أقلعت الطائرة. في الليلة دي السماء كانت مظلمة، الطقس كان مستقر نسبيا. في البداية كل شيء بدأ طبيعيا تماما، الأنظمة بتعمل كما يجب، الشاشات بتعرض البيانات المعتادة، والرادار لا يظهر أي تهديد مباشر. لكن بعد دقائق قليلة بدأ شيء غير متوقع يحدث. ظهرت على الشاشة شاشة التحذير إشارات ما كانش يتوقع رؤيتها بالسرعة دي. في البداية فكر إنها مجرد تشويش أو خلل مؤقت في النظام الإلكتروني، لكن بعد ثواني قليلة عرف الحقيقة. الدفاعات الجوية الإيرانية رصدت الطيارة بالفعل. شبكة الدفاع الإيرانية اللي حصل بعد كده بيكشف جانب مهم من الاستراتيجية العسكرية الإيرانية. إيران خلال السنوات الأخيرة لم تعتمد فقط على منظومات دفاع تقليدية، لكن بنت شبكة دفاع جوي معقدة بتضم رادارات بعيدة المدى وأنظمة روسية مثل S-300 ومنظومات محلية متطورة وأنظمة حرب إلكترونية. الشبكة دي مصممة بطريقة تجعل أي طيارة معادية تدخل المجال الجوي الإيراني تدخل متاهة إلكترونية كاملة. وده على ما يبدو أنه حدث بالضبط مع طيار الكيان. الطيار بيواصل اعترافه، بيقول: بدأت سلسلة التحذيرات تظهر بسرعة. حاول انه يعدل المسار، خفض الارتفاع، وبعد كده رفعه مرة تانية، لكن الاشارات استمرت بل اصبحت اوضح. بعد كده ظهر التحذير الاخطر على شاشة الطائرة. كل طيار يعرف اللحظة دي كويس، لكن محدش عايز يعيشها طبعا. كانت إشارة إطلاق صاروخ. بيقول الطيار: الوقت في تلك اللحظات بيصبح غريبا، تشعر أن كل ثانية أطول من المعتاد. حاول أنه يقوم بمناورة سريعة، غير الاتجاه والارتفاع، لكن بعد لحظات فقط حدث الاصطدام. الصاروخ أصاب جناح الطائرة.
ما كانش طبعا انفجار كامل يدمر الطيارة فورا، لكن الضربة كانت قوية بما يكفي علشان يغير كل شيء. اهتز الهيكل بعنف، بدأت الطيارة تفقد توازنها تدريجيا. الأنظمة الإلكترونية حاولت المساعدة في إعادة الاستقرار، لكن المؤشرات كانت واضحة، الطيارة لن تستطيع الاستمرار في الطيران. في تلك اللحظة أدرك الطيار الحقيقة اللي بيحاول كل طيار تأجيلها. لم يعد هناك أي خيار، كان عليه أن يقفز مباشرة من الطائرة بالباراشوت. بيقول الطيار: سحبت مقبض القذف، في جزء من الثانية خرجت من قمرة القيادة بقوة هائلة، اندفع الهواء حواليه، وبعد كده انفصل المقعد، وبعد لحظات فتحت المظلة فوقي لبضع ثواني طويلة. كان فقط بيحاول استيعاب ما يحدث، كان لازال حي، لكن لما نظر للأسفل أدرك أن المشكلة ما انتهتش. الرياح كانت بتدفعه في اتجاه لم يكن يريده تماما. بدلا من أن ينجرف بعيدا عن المنطقة، كنت أتحرك أكثر نحو الداخل، نحو الأراضي الإيرانية. هبط الطيار أخيرا وحاول بسرعة الابتعاد عن مكان سقوط الطيارة. التدريب العسكري بيقول أن على الطيار الاختباء فورا والانتظار حتى تصل قوة إنقاذ، لكن المرة دي ما كانش لوحده هناك. بعد دقائق قليلة فقط بدأ يسمع أصوات مركبات تقترب، ثم شاف جنود وحدة عسكرية إيرانية وصلت بسرعة كبيرة، وكأنهم كانوا يعرفوا تقريبا مكان هبوطه. بيقول الطيار: بعد كده أدركت شيء مهم، أنا لم أعد طيارا في السماء، أنا أصبحت أسيرا على الأرض، والأمر لا يتعلق فقط بي كشخص. فالطيار اللي بيقود الاف 35 لا يحمل معه مجرد بدلة طيران أو خوذة متطورة، بل يحمل معلومات وتفاصيل وخبرة عن العمليات وعن الأنظمة، عن طبيعة المهمات اللي بتنفذ في المنطقة. وبالتالي يعتبر كنز كبير جدا سقط بإيد الجيش الإيراني. المصادر الميدانية بتؤكد أن إسقاط الطائرة داخل الأجواء الإيرانية بيمثل تطور استراتيجي كبير، لأن الأمر لا يتعلق فقط بإسقاط مقاتلة متطورة، بل أيضا بأسر طيار تابع لجيش الاحتلال داخل الأراضي الإيرانية. وده يعني حدث بيحمل دلالات عسكرية وسياسية ومعنوية كبيرة. مكملين معاكم، لسه معانا أخبار نارية وخطيرة جدا، لكن قبل ما نكمل دعم الفيديو باللايك والاشتراك وشير الفيديو في كل مواقع التواصل الاجتماعي. لكن المفاجأة الكبرى إن آثار المواجهة بدأت تظهر حتى خارج ساحة المعركة المباشرة. في إربد شمال الأردن سقط صاروخ اعتراضي خلال محاولة اعتراض الأهداف الجوية، وده دفع الأجهزة الأمنية الأردنية لإصدار تحذيرات للسكان والطلب منهم الابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، مع إمكانية إطلاق صافرات الإنذار في أي توقيت. وده دليل على إن المعركة دي ممكن تمتد أثرها لدول المنطقة بالكامل. في وسط التصعيد ده خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريح اتكلم فيه ان العملية الحالية هي عملية مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف إزالة التهديد الإيراني. لكن من زاوية تانية وفي مفاجأة خطيرة، والتصريح ده بيكشف حاجة أخطر، ان دخول واشنطن بشكل مباشر في المواجهة معناه ان تل أبيب ما بتاخدش المعركة لوحدها، ومعناه كمان ان الضربة بتاعة تل أبيب كانت أكبر من مجرد عملية محدودة، كانت محاولة لكسر القوى الإيرانية قبل ما تكمل منظومة ردعها بالكامل. لكن المشكلة ان الحسابات دي ممكن تكون انقلبت تماما. العقيدة العسكرية الإيرانية ما بتعتمدش على ضربة واحدة، إيران عادة بتبدأ بموجة اختبارية من الصواريخ والمسيرات، الهدف منها انها ترهق الدفاعات الجوية وتكشف نقاط ضعفها، وبعدها تبدأ الضربات الثقيلة. عشان كده قيادة الحرس الثوري اعلنت بوضوح ان الرد الإيراني مش مجرد الموجة اللي تم اطلاقها، وان الساعات القادمة ممكن تشهد تطورات اكبر. بمعنى ابسط، اللي شفناه حتى اللحظة ممكن يكون مجرد البداية. ايران عندها واحدة من اكبر برامج الصواريخ في المنطقة، مئات الصواريخ الباليستية اللي تقدر انها توصل لعمق الأراضي المحتلة، بالإضافة لآلاف الطائرات المسيرة اللي أثبتت فاعليتها في أكثر من ساحة قتال. والأخطر من كده إن إيران ما
بتقاتلش بجبهة واحدة. لو المواجهة اتوسعت ممكن تتحرك جبهات أخرى في نفس التوقيت. من جنوب البحر الأحمر الحوثيين، من جنوب لبنان حزب الله، ومن العراق شبكة كاملة من القوى المتحالفة مع طهران. وده اللي بيخلي كتير من المحللين شايفين أن الضربات الأخيرة ممكن تكون فتحت باب صراع أكبر مما كانت تتوقعه تل أبيب، لأن الحرب مع إيران مش مجرد مواجهة مع دولة، دي مواجهة مع محور كامل. والرسالة اللي طهران بتحاول توصلها حاليا واضحة جدا. تل أبيب بدأت الضربة، لكن نهاية المعركة اللي هيحددها هو الطرف الإيراني.